طبعا كلش متندمة لأنه تأخرت، يلا سويتها. هاي الكيكة العجيبة اللي تجنن، كيكة الدهينة. كيكة عبارة عن ميكس بين حلاوة الدهينة وبين الكيك، وهالميكس طلع يجنن، طعم جديد وتغيير كلش طيبة وناجحة ولذيذة مثل ما تشوفوها قدامكم شلون هشة، سهلة وسريعة. حفظوا الوصفة يمكم، متأكدة راح تعجبكم. ابقوا وياي نصلي على محمد وآل محمد ونبدأ بالوصفة. كوب شكر نكرمله على النار، على نار هادئة حتى لا يحترق، يذوب تماما الشكر مثل ما تشوفون. نضيف له نص كوب مي حار، راح يكون بهذا الشكل بس رأسا راح يذوب، لا تخافون. من يذوب ويفور نخليه بقالب الكيك. هالمرة قالب الكيك ما ندهنه بكل شي، ندهنه هي بهذا الكراميل، يعني ما ندهنه بزيت وطحين ولا راشي، ندهنه بهذا الكراميل. نضيف كوب مبروش، يفضل يكون مبروش خشن دهني حتى يضيف نكهة وطعم كلش طيب. نجي على وصفة الكيكة، 3 بيض، رشة ملح، كوب سكر، راح اكتب المكونات اسفل الفيديو. نخلطهن خلط قوي على اعلى شي لحد ما يصير بهذا القوام. نضيف نص كوب زيت ونخلط. هسه هنا صار عندنا بهذا القوام. نجي نضيف المطيبات اللي هي خاشوقة هيل مطحون، خاشوقة فانيلا او ظرفين فانيلا، ملعقة لبن زبادي، كوب حليب، ونخلط خلط كل زين لحد ما نتأكد انه الشكر كله ذاب. بعد ما خلطناها بهذا الشكل راح نضيف 3 اكواب طحين صفر منخول، ونضيف ملعقة كبيرة بيكنج باودر أو ظرفين بيكنج باودر. نخلطهم بهذا الشكل، صار ويانا هذا الخليط جاهز. هسه راح نضيفه فوق الخليط مال المبروش. نجيب صينية نحط بيها قلاص مي حار حتى لا يحترق عندنا الشكر، ونخلي بيها القالب وندخلها للفرن. الفرن يكون حامي، درجة الحرارة وسط، وكل من حسب فرنه ايش قد تتأخر الكيكة عندك بالفرن. طلعت ويانا بهذا الجمال، بهذا الشكل، ريحتها عبت البيت، كلش طيبة، كلش راح تعجبكم. تنفع للخضار، تنفع عصرية، طعم جديد ومميز، وناجحة 100%. وبس، بسلامتكم، باي باي.